السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملنا صينية خضار بالفراخ. الصينية دي جميلة جدا في الشتاء، تدفي ولادك وتشبعهم. أول حاجة عملناها في طاسة، جبت معلقة سمنة، شوية زيت، حطيت الفراخ زي ما انت شايفة كده، تاخد بس لون، تتشمع يعني. وبعد كده هنزل عليها بالبصل زي ما انتوا شايفين كده، والتوابل بتاعتنا بابريكا، فلفل اسود، ملح، توم باودر وبصل باودر. نقلب كل الكلام دوت مع بعض. بعد ما حطينا البصل وحطينا البهارات، بتدي طبعا طعم وريحه جميله جدا. هتنك تقلبيها لحد ما تلاقيها دخلت في السوا. بعد كده هنجيب الخضار، اي خضار عندك متاح، عندك جزر، عندك كوسه، بطاطس، اي حاجه انت بتحبيها وولادك بتحبها ضيفيها عادي. يعني انا عندي ولادي مش بيحبوا الكوسه، لا قطعتها في الطاجن ده والله كلوها وكانت جميله جدا، كله شكر فيها بصراحه. قطعي بقى كده زي ما انت شايفه بسكينه، باي حاجه عندك. بصل. هنا رجعنا للصينيه، قلبي كويس جدا، كله بقى كده يتشرب منها. بضيف هنا الطماطم، طبعا هنا مضروبه ومتصفيه. تقلبي، بتسيبيها بقى تاخد سوا كده، نص سوا. بضيف الملح، 5 دقايق بس هتغلي. وبعد كده بنزل عليها بالخضار اللي انا مقطعاه كله، طبعا بعد ما غسلته وظبطته متقطع جميل زي ما انت شايفاه. بضيفه، وكان معايا كمان بسله، مش عارفه هي راحت فين، هتيجي دلوقتي. وبضيف كمان البسله، وبقلب بقى كل الكلام الجميل دوت مع بعض، وبسيبها على البوتاجاز تغلي 10 دقايق بس مش اكتر. هنا ضفت معلقه زبده، تديها طبعا طعم حلو جدا. بصي المنظر تحفه، بسم الله ما شاء الله، جميله والله، جميله وتحفه، ولذلك هتحبها جدا وهتاكل منها. تقليبه كده بسيطه، واقوم رايحه حطاها في الطاجن ومدخلاها الفرن. تقعد بقى في الفرن تلت ساعه لما وشها يحمر زي ما انت شايفه كده، او ممكن تزيد معاكي في الفرن على حسب الفرن بتاعك. طبعا الصينيه القمر دي بيتاكل جنبها رز بشعريه. اول حاجه كده نزلت معلقه سمنه، شويه زيت، ونزلت بالشعريه حمرتهم لون ذهبي كده جميل. ايوه كده، نزلت بالرز. طبعا كلنا بنعمل رز بشعريه على طول، بس الاكله دي جنبها رز بشعريه. بقلب بقى كله مع بعض عشان السمنه تغلف كل الرز معايا بالشعريه. تقلب كده مستمر. وبعدين هنا بضيف الملح وبضيف الميه، هنا ميه مغليه عشان تساعد بقى على الرز يبقى مفلفل وحلو كده. تقلبتين وبغطي عليه يسيبه يستوي. طبعا الصينيه القمر دي طلعت من الفرن، بص الصوره بتتحدث عن نفسها. الصينيه تحفه، اللهم بارك اللهم بارك، تحفه. الفراخ مستويه بره لوحدها قبل ما حطيناها في صينيه الخضار، تحفه اللهم بارك. هنا بقى فرغنا الرز بشعريه، حته الفرخه، شويه الخضار. والله احلى اكله في الشتاء ده، عيالك هيحبوها جدا ومغذيه جدا، بسم الله ما شاء الله. ما تنسيش تدعميني مطبخ ام اميره، وتعملي لايك ومشاركه. اسيبك على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.